السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحصيرة في المنام أو الحصير في المنام. رؤيا الحصيرة في المنام للمرأة المتزوجة، فهو دلالة على استقرار الأسرة، فتدل على استقرار الحياة الزوجية والعائلية. الحصيرة في منام المتزوجة تشير إلى اقتراب الحمل والولادة، وتعكس حالة من الهدوء والاسترخاء النفسي. إذا كانت الحصيرة ممزقة أو متسخة فقد تدل على وجود بعض المشاكل أو الضيق في حياتها الزوجية. أما العزباء التي تشاهد الحصيرة فتكون إشارة إلى اقتراب الزواج أو الخطوبة، وتعبر عن رغبتها في الاستقرار العاطفي والحياة الزوجية، وتشير إلى حاجتها إلى الراحة والاسترخاء بعد فترة من التوتر. إذا كانت الحصيرة قديمة أو ممزقة فقد تدل على وجود بعض الضيق المادي. أما الحامل فتدل رؤيا الحصيرة على ولادة سهلة وميسرة، وتعبر عن حاجتها إلى الراحة والاسترخاء خلال فترة الحمل، وتشير إلى الشعور بالأمان والحماية. أما الحصيرة للرجل فتدل على الاستقرار المادي وتحقيق الأهداف، وتعبر عن حالة من الهدوء والطمأنينة. وللأعزب تكون إشارة إلى الزواج من امرأة صالحة، وقد تدل على الترقية في العمل أو تحقيق النجاح المهني. أما بالنسبة للمطلقة فرؤيا الحصيرة في المنام تكون إشارة إلى بداية حياة جديدة ومستقرة، وتعبر عن رغبتها في تجاوز أزمة الطلاق والوصول إلى الاستقرار النفسي، وقد تدل على الزواج مرة أخرى. فرؤيا الحصير أو الحصيرة في المنام تدل على علاقات عائلية جيدة وقائمة على الاستدامة، مما يدل بأن صاحب الحلم سيعيش في راحة وسعادة مع أحبائه حتى النهاية بإذن الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.